ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل معادلة باترون البنطلون الكاجوال. هنحتاج في المقاسات دوران الوسط، دوران الارداف، طول الجنب، طول الحجر، طول البنطلون. اول حاجة دوران الوسط بنجيبه ويتقسم على 2، واللي بيطلع بنزود عليه 2، وده بيكون حاجة اسمها عرض الباترون. يعني مثلا نحط رقم عشوائي، لو مثلا دوران الوسط 90 هنقسمها على 2 فهتبقى 45. ال 45 دي هنزود عليها 2، واللي هيطلع ده هيكون بقى عرض الباترون. بعد كده الاطوال بنسيبها زي ما هي، يعني لو طول الجنب 22 هنسيبه مثلا زي ما هو، لو طول الحجر 30 هنسيبه زي ما هو، طول البنطلون هنسيبه زي ما هو، مش بنغير فيهم اي حاجة. بعد كده دوران الارداف بنجيبها وبرضو بنقسمها على 2، واللي بيطلع بنزود 2، وهيكون برضو حاجة اسمها برضو عرض الباترون. يعني هو مثلا هنحط رقم عشوائي، يعني لو مثلا دوران الارداف 90 هنقسمها على 2 هيطلع 45. ال 45 ديت هنزود عليها 2 فهتكون 47، فالرقم ده هيكون حاجة اسمها عرض الباترون. بعدين بقى عرض الباترون ده هناخده هنقسمه على 2، يعني هناخد ال 47 نقسمها على 2 هتكون 23.5. هناخد بقى ال 23.5 ديت وهنقسم الصفحة على 2، هيكون امامي وخلفي. في الامامي هناخد ال 23.5 ديت نعملها ماينس 1، وفي الخلفي هناخد ال 23.5 ديت هنعملها بلس 1. تمام. واللي هيطلع مثلا عند الامامي هنقسمه على 4، يعني 23.5 ماينس 1 يعني هيطلع 22.5. ال 22.5 ديت هنقسمها على 4 فهتطلع 5.6. تمام. الخلفي زي ما قلنا ال 23.5 هنعملها بلس 1 فهيطلع 24.5. ال 24.5 ديت هنقسمها على 3 فهتطلع 8. بس كده خلصنا المعادلة بتاعت باترون البنطلون الكاجوال. يا رب تكونوا قدرتوا تفهموا مني وقدرت اشرح بطريقة مبسطة وسهلة. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنكون بقى هنرسم الباترون على الورق.